سامح، هقول لك حاجه محدش قالها لك. النهارده الاهلي هيلاعب ريال مدريد، وان شاء الله يشرف الكره المصريه. كسب او خسر احنا بنلاعب اهم فريق في العالم. الاهلي لعب بطوله كاس العالم للانديه، شرف اسمه واسم مصر، فرح جماهيره. حصل على مبلغ رعايه محترم، حصل على مبلغ كويس من الفيفا. دي الإدارة المحترفة اللي بتحاول إنها تفرح جماهيرها وتعمل شغلها مظبوط. وإن شاء الله نخلص البطولة ونرجع نشوف أفريقيا ونرجع نشوف الدوري. وبإذن الله دايما جماهير النادي الأهلي في سعادة وبالمناسبة أحمد الخضري كان بيقول إن جماهير الأهلي مش بتدعم فريقها زي الزمالك وما بتصبرش عليه. مين اللي قال لك كده يا أحمد الخضري؟ مين قال كده؟ جماهير الاهلي طول معاها على طول عمرها معاها على الحلو وعلى المر. بس احنا اللي ما عندناش فترات مره بس كتير عشان حضرتك تستوعب ذلك. لا، ما السنه اللي فاتت النص الثاني من الدوري ما كانش الاهلي كويس في الدوري. اه بالمناسبه السنتين اللي الزمالك خد فيهم الدوري الاهلي كان واخد 6 بطولات يعني. يعني الدنيا كانت لطيفه وكل حاجه، ما عندناش انهيارات يعني. احنا السنه اللي بتعدي مننا ما فيش فيها بطولات بيبقى فيها بطوله او اتنين على الاقل. فيا ريت نبطل برضه نتكلم بالنيابه عن جماهير النادي الاهلي. كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله نفرح النهارده مع الاهلي ونشوف ماتش كويس.